ساعتها بحط لها البصل. بصراحة كنت الأول بحمر البصلة وبعدين أنزل عليها باللحمة، لكن لما جربت الطريقة دي لقيت ان طعمها كده بيبقى احلى والبصل مش بيكون باين فيها خالص. جربوها هتعجبك. انتي بس اعكسي لو بتعملي العكس. مش بحط للحمة اي توابل، هو بس الملح والفلفل الاسمر. ممكن ارش لها رشة جنزبيل وخلاص على كده. ممكن لو بتحبي تزودي اللحمة شوية فلفل، بس انا مش بحب طعمه، او انا ما جربتش بقى ازودها لا كوسة ولا الحاجات اللي بيزودوها الصراحة. بكتفي حتى لو هي حبة صغيرة بس يكون الطعم فيها لحمة. انا بحط كمية بصل حلوة وكبيرة. سلقت المكرونة وحطيت عليها الصلصة دي عادية جدا، لا حطيت عليها بصل ولا توم ولا اي حاجة، مجرد اني حطيت لها شوية برضو ملح وفلفل وخلاص. هعمل مكرونة باللحمة المفرومة. الاكلة دي بتبقى حلوة قوي، وكل معلقة مكرونة بيحس ان هم بياكلوا شوية